بسبب فيديو إباحي دمرت مستقبلي وخسرت حياتي. هاد القصة اللي غنحكي لكم اليوم هي قصة واقعية، والسيدة اللي كتحكيها ليا وهي كتبكي حيت كتشوف راسها خسرت حياتها بسبب المواقع الإباحية. هاد الفيديو بغيتو يكون للعبرة حيت بزاف ديال الشباب والشابات والمتزوجين حتى كيدخلوا لهاد المواقع وما عارفينش داكشي اللي كيتسناهم في الاخر. مولات هاد القصة كتقول انا سميتي لمياء، عندي 25 سنة، والقصة كتبدا مني كانت عندي 7 سنين. كنت مازال طفلة، كنعيش مع والديا بحال اي أسرة عايشة على قد الحال بخير وعلى خير، وعندهم وليدات. كنا عايشين في دار جدي في الطبقة الأولى وحنا في الطبقة الثانية، وعمي ومراته في الطبقة الثالثة. كان عمي عنده بنت قدي في السن وولاد كبر مني. كانت بنته صاحبتي من الصغر، كنلعبو كنقراو وكنخرجو بجوج بينا. المهم جا الصيف وراكم عارفين الصيف ما كتكونش القرايه، كنبقاو عاطينا غير اللعب انا وبنت عمي، وفي الليل كنطلع نبات معاها حيت كنصبحو ناعسين، والليل كامل وحنا كنضحكو ونتفرجو. ديك الساعه ما كانوش التليفونات بحال دابا، كان غير البيسي. كنا حنا البنات في بيت وولاد عمي في بيت اخر. كان عمي شاري ليهم بيسي، كان واحد ولدو عنده 12 عام وواحد عنده 14 عام. كنا بحال الخوت حنا في بعضياتنا. المهم داك الصيف كيدوز زوين حتى لواحد النهار كنا انا وبنت عمي وجا عندنا ولد عمي قال لنا اجيو تلعبوا معنا في البيسي، ومشينا. وكانت اول مره غادي نشد شي كلافي وسوري في حياتي، ما عارفه ليه والو، ولكن بنت عمي كانت كتعرف ليه بحكم راه البيسي ديالهم. المهم داك الصيف بقينا اغلب الاوقات كنلعبوا غير في البيسي حتى تعلمت ليه، وليت نقدر نخدمو ونخدم بيه ونلعب راسي بلا ما يكون حدايا شي واحد. واحد النهار كنت بغيت نلعب ومع دخلت لقيت ولد عمي الكبير سابقني وكيلعب بوحدو. بقيت جالسه حداه وهو كيلعب واحد اللعبه ديال السباق. واحد شويه هو يطلع لينا واحد الاعلان في واحد المراه وراجل في واحد الوضعيه خايبه. هو يحيد ولد عمي داك الاعلان شويه وهو يطلع عاود تاني، حيدو شويه عاود طلع، هو يتعصب ولد عمي، ومن يتعصب هو يدخل ليه على امل باش ما يبقاش يطلع ليه داك الاعلان. وهنا غادي ترى الصدمه الكبيره. غير دخل داك الاعلان خرج ليه موقع كله فيديوهات خايبه كلها اباحيه. وهنا انا حشمت ونط خرجت وهبطت في حالي لدارنا خايفه ووجهي صفر. شافتني ماما وقالت لي مالك، قلت ليها والو. بقات كتحاول معايا وانا مخبي عليها حيت ما نقدرش نقول لها داكشي اللي شفت حيت نخاف تضربني ويا ريتني قلتها ليها. المهم مشات الايام وجات الايام ونسيت الامر حتى لواحد النهار بغيت نلعب في البيسي. كندخل لبيت ولد عمي لقيتو ساد عليه، وانا من عادتي كندخل عليه بلا ما ندق حيت كبرنا جميع. وهنا كانت تصدم مع حليت كنلقاه داخل داك الموقع، وبقيت في بلاصتي من شدة الصدمة. خرجت بحالي وما قلت والو. حاولت ننسى داكشي اللي شفت لكن ما قدرتش. كان ثاني مرة كنشوف داكشي وانا ما فاهمه والو، اللي عارفه ان داكشي ما كيديروش الناس ويمكن يكون عيب. حاولت نخرج نلعب ونسى داكشي اللي شفت، ولكن المشكل هو بقات في بالي فكره وحده، علاش كيديروا هكاك. والمشكل ما نقدرش نعاود داكشي اللي شفت حيت نخاف يضربوني. بقيت هكاك ايام وانا مصدومه حتى لواحد النهار وجاتني واحد الفكره ويا ريتها ما جاتنيش، هي نخلي ولاد عمي تيخرجوا وندخل لبيتهم وندخل داك الموقع ونشوف علاش كيديروا دوك الحركات. وبغيت ندخل غير بدافع فضول حيت مازال صغيره ما عارفه والو. خليت حتى عرفت ولاد عمي امتى كيخرجوا وكيبقى بيتهم خاوي ومشيت ليه حيت راكم عارفين الدار كندخل ونخرج ليها وقت ما بغيت حيت ديال عمي. المهم دخلت وشعلت البيسي وشداتني الخلعه عليه حصلني شي واحد حيت لا عرفوني غادي يقتلوني. شعل البيسي وما كنتش عارفه اسم داك الموقع. جات في بالي واحد الفكره، هي ندخل داك الموقع ديال الالعاب ونتسنى داك الاعلان يطلع ليا ديال داك الموقع. وداك الشيء اللي درت النيت، دخلت لداك الموقع ديال الالعاب وبقيت كنتسنى والو. عييت ولاد عمي قراب يرجعوا وداك الاعلان حلف لابان. شويه كنسمع ولاد عمي رجعوا وانا مازال ما دخلت لداك الموقع. تعصبت وطفيت داك البيسي ونط وبقى راسي دارني خاصني ندخل لداك الموقع نشوف، هي خاصني نشوف. بقيت ايام عايشه بداك حريق الراس والفضول، ويوم على يوم كيزيد داك الفضول كيكبر. واحد الصباح عمي قال لي غادي نمشيو للبحر وكل شيء فرحان، وانا بالرغم ان غير كلمه نمشيو للبحر كانت كنسمعها كنطير بالفرحه. درت ليهم السباب اللي رانا مريضه باش نبقى بوحدي وندخل داك الموقع، وداك الشيء اللي كان مشاو هما وبقيت انا بوحدي. تسنيتهم شويه نخاف يرجعوا. مشيت للبيت ولد عمي وشعلت البيسي ودخلت لموقع الالعاب وكنتسنى داك الاشهار ديال داك الموقع اللي فيه داك الشيء يبان. بقيت شويه وهو يبان ليا داك الاشهار وبدا قلبي كيضرب. خفت ونط حليت الباب وتاكدت على انه ما كاين حتى شي حد حيت لا حصلت غادي نتشوه. رجعت دغيا
وركت على داك الاشهار، ومع دخل داك الشيء كانت تصدم. كنلقى كل شيء عريان وكيديروا شي حركات انا ما فهمتهمش حيت كنت مازال صغيره. بقيت هابطه كنشوف داكشي، واحد اللحظه ما حسيت براسي حتى طفيت البيسي ونط خايفه وهبطت لدارنا كنجري وجهي مخطوف. دخلت البيت وبقيت كنحس بالخوف والبكا وما قدرتش نبكي حيت لا سمعتني ماما غادي تسولني مالك، وانا ما نقدرش نقول لها داكشي اللي شفت. بقيت في حاله صدمه واحد اليومين، دازت الايام حتى لواحد النهار كنبغي ندخل لبيت ولد عمي ومعاه كندخل حيت ما كندقش حيت حنا موالفين مع بعضياتنا. كنلقاه داخل داك الموقع وتما عرفت على انه ولا مدمن، وداكشي فيه شي حاجه ماشي عاديه حيت هذيك هي ثالث مره كنشوفو داخل داكشي. درت راسي ما شفتوش ودخلت وجلست بعيد عليه. هو يخرج من داك الموقع تما زدت تاكدت على ان داك الموقع فيه شي حاجه زوينه انا ما عارفاهاش حيت مادام كيدخل ليه اذا كاينه ان في الموضوع. المهم النهار ولد عمي عرف داك الموقع تبدل، ما بقاش كيف كان، ولا ديما ساد عليه، ما كيبغي يهضر مع حد وما كيبغيش اللي يدخل عليه. بقى الفضول انا شادني علاش كيدخل ليه هو وديما وانا ما كنحس بوالو في داكشي ملي كنتفرج فيه. وقلت مع راسي خصني نعاود ندخل ليه ونجرب نتفرج تاني. وبقيت ايام كنتسنى شي فرصه ديال دار عمي يكونوا خارجين باش ندخل على خاطري وبلا ما نحصل. حتى لواحد النهار كنسمعهم غاديين خارجين، ويمكن كان عمي غادي مغدي عند نسابو، وكانوا نسابو غير قراب لينا ما بعادش بزاف. وغير هما خرجوا من هنا انا مشيت نجري من هنا. دخلت للموقع نيشان حيت وليت عارفه سميتو، ومع دخلت ليه كيطلعوا لي فيديوهات جداد ما بقاوش دوك القدام، وتما فهمت على ان هذا الشيء دائما كاين الجديد. والصراحه داك الشيء هاد المره جاني مبدل وحسن، وهنا غادي طرا داك الشيء اللي كنت خايفه منه يحصل. تحل عليا الباب وما شعرتش براسي حتى غوت، ولقيتو غير ولد عمي خلى دارهم عند دار جدو وجاب بوحدو حيت ولا مدمن على داك الموقع، وانا ما عرفتش اش ندير. بقيت مسمره في بلاصتي وهو يضحك ويقول لي داك الموقع زوين. بقيت غير مصدومه ما عارفه اش ندير واشنو نقول. واحد اللحظه كنشوفو كيضحك وكيقول لي حتى انا كندخل ليه، وكيحطوا فيديوهات واعرين ويوميا عندهم الجديد. حشمت وانا نقول ليه غير كنت لاعبه، هو يخرج لي بوحدو ويقول لي اجي نتفرجوا بجوج غادي نوريك فيديوهات واعرين. انا بقيت خايفه لا يمشي يفضحني ويا ريتني كون خفت ومشيت في حالي. المهم جلست قدام داك البيسي وانا حداه، هو يدخل لواحد البلاصه في الموقع فيها فيديوهات مختلفين على هذوك اللي شفت. هنا فهمت على ان هذا الشيء اللي خلاه يولي مدمن، ولكن المشكل هو انني ما حسيت بوالو غير الفضول باقي دافعني. كيفاش حتى انا يولي يعجبني نتفرج حيت الصراحه انا من صغري وانا عشاقه من لالا كيعجبني ندير حوايج جداد، وهذا الشيء اللي خرج عليا. المهم بقينا داك العشيه كنتفرجوا فيديو مورا فيديو ما حسيناش بالوقت. شويه كنسمعوا الضرجه وخرجنا من داك الموقع ودرنا راسنا غير كنلعبوا في البيسي. كنعقل داك الليله ما قدرش يجيني النعاس، وسؤال واحد كيدور في بالي هو علاش هادوك كيديروا دوك الحركات، واش هذاك الشيء اللي كيديروا زوين. مشات الايام وانا وولد عمي كل نهار تقريبا كنبقاو نتفرجوا غير كنلقاو فرصه، حتى وصلنا لدرجه الادمان ما يمكنش يدوز نهار بلا ما نتفرجوا. تحولت حياتنا من اللعب والضحك والخروج للناس مدمنين، والمشكل انا وليت مدمنه بالرغم من انني مازال صغيره ما بالغاش وهو بالغ. انا غير الفضول كان كيوهمني على انني كيعجبني داكشي اللي كنشوف. بحال صحاب الكارو تماما كيبدا داكشي غير فضول كيجربوه حتى كيوليو مدمنين. مع الايام غادي ناخدو اكفس قرار في حياتنا وهو نجربوا داكشي اللي شفنا، وبقوه ما تفرجنا ما بقاش داكشي عندنا عيب. وهنا يا ريت كون جا شي واحد وقال لي راك غادي تدمري حياتك. ولينا كل اسبوع مره ولا جوج كنديروا دوك التجارب وانا ما كنحس بوالو غير الالم، ولكن هو ماشي بحالي، هو عجبو الحال ولا دائما كيطلب مني نجربه. حتى لواحد النهار كنشوف الدم دايز مني وقلت واقيلا غير تجرحت وانا ما كنتش عارفه انني فقدت شرفي. المهم بقينا لهاديك الحاله سنوات وانا وليت مدمنه، واخا مازال ما بلغت غير الفضول خلى لي رغبه الادمان، وغياب نصيحه الام للاسف خلاني نكمل حيت ما كنتش عارفه هادشي غادي يوصلني لداكشي اللي وصلت ليه دابا. ما علينا بقينا هكا ومن الزهر عمرنا حصلنا حيت كنتسناو حتى الدار يخرجوا وكانت الدار كبيره، هادشي اللي كان مشجعنا. وبقينا هكاك سنوات حتى وصلت للاعدادي بالضبط، درت 14 عام وكنت في التاسعه. واحد النهار كنفيقوا فيا الوجع وكنشوف الدم نازل مني، تخلعت وبقيت هكا كنتقطع وصابره حيت خفت داكشي اللي كندير انا وولد عمي يكون هو السبب. المهم عيت بداك الوجع، نط عند ماما تعطيني شي دواء وقلت ليها فيا غير الوجع، وشرحت ليها داك الوجع منين وهي تقول لي واش نازل منك الدم. وهنا حسيت بقلبي كيضرب وهي تقول لي ما تحشميش راه كاع البنات اللي قدك كيطرى ليهم هاد الشيء.
وانا قلت ليها وهي تقول لي مبروك عليك وليتي عزبه، وهي تسد الباب وهي تبدا تقول لي راه دابا خاصك تحضي راسك، راه الا قاسك شي راجل دابا ممكن تحملي وتشوهي وباك راه غادي يقتلك. بعدي من الدراري عندك تبقاي تلعبي مع ولاد عمك حيت دابا كبرتي. رجعت لبيتي وانا من تما فهمت على انني لا بقيت خليت ولد عمي قاسني غادي نحمل وانا ما مزوجاش وغادي نتشوهو، وبابا راه غادي يمحيني من الدنيا. من داك النهار قررت نوقف داكشي مع ولد عمي، لا نمشي نوحل وهو مازال غير كيقرا. ومن هنا بداو المشاكل اللي غادي ينهيو ليا مستقبلي. مني وليت كنتهرب منه وكل نهار كندير سبه وكل نهار كنتهرب بشي طريقه، لدرجه ما بقيتش كنحيد من حدا ماما باش ما يجيش عندي. وهنا مني عقبيه وليت كنتهرب منه اشنو دار، بدا كيهدد فيا انه غادي يفضحني وغادي يقول لخوتو داكشي اللي كنديرو، وهنا غادي نتفضح ونمشي فيها. وانا وليت مجبره ندير ليه خاطرو وخايفه لا نحمل. وليت ماشي بحال الاول كندير داكشي وانا كارهه حيت وليت كنديرو بزز مني، ومني كنسالي كنبقى ندعي الله. المهم مشات الايام وبقينا على داك الحال، مره نتهرب منه مره يشدني بزز ولا نتفضح. وفي هاد الفتره تعرفت على واحد الشماته اللي حاشا واش يكون راجل، لقيته غير في الفيسبوك. هو كان كبر مني كنحسبه بحال خويا. فتحت لي قلبي وقلت ليه كلشي على داكشي اللي كيدير ليا ولد عمي، وعاودت ليه على التهديد اللي كيدير ليا، وبقيت ديما كنعاود ليه على همي. حتى لواحد النهار هو ينصحني قال لي هربي واجي عندي وغادي تهني من ديك الحياه ديال العذاب. وانا من قوه ما بغيت غير نتفك دغيا عمر ليا راسي وما كنتش عارفه راسي شنو كندير. حتى لواحد الصباح كان هاش شكارتي وكنسافر عنده لمدينته بلا ما نقولها لحتى شي واحد. ما فكرت لا في والديا لا في خوتي ولا في حتى شي واحد، بغيت غير نهرب باش نتجنى من المشاكل، وما كنتش عارفه شنو غادي يتبعني. غادي نهرب من مشكل وغادي نطيح في مشاكل. مني وصلت عنده الصراحه استقبلني مزيان، وكنا داصرين على بعضياتنا واخا عمرنا تلاقينا حيت كنا كنهضروا في شحال هادي في الفيسبوك. مشينا لواحد الدار وكان كيقول لي راه ساكن فيها وانا كنثيق فيه. بقينا فيها ايام كناكلوا ونشربوا ونخرجوا ويعلم الله بحال دارنا وشنو طاري فيهم. ومع الوقت زاد ثقتي فيه ويمكن وليت كنبغيه، وحتى هو استغلني بسمية الحب وانا كنت كيلهبيله وفرحانه. واحد النهار شبع مني، هو يقول لي خاصك ترجعي لداركم راه غادي يكونوا خايفين عليك، وهاد الدار خصني نعطيها لمولاها حيت باغي دارو. وهنا حسيت براسي الدنيا كحله في عينيا، فين غادي نمشي ولمن غادي نعطي الراس. شويه قال لي غادي نلقى لك خدمه هنا عند واحد الدري صاحبي في قهوه، وغادي نكري ليك حتى تلقاي شي حل. وداك الشيء اللي كان. مشيت ووليت خدامه في ديك القهوه، وكرا ليا بيت مع واحد البنات كيقراو في لافاك. ولات حياتي عباره عن خدمه دار خدمه، وتحرمت من شبابي وضيعت راسي وضيعت قرايتي. بقيت لا قرايه لا خدمه لا والدين لا علاقه زوينه مع الله. وليت كنت نعت بهذيك الكلمه اللي راكم عارفينها حيت خدامه في قهوه. وخا رجعت لدارنا وطلبت منهم السماحه حسيت بهم ما بقاوش كيبغيوني كيف الاول، وما بقاوش كيسولوا فيا غير ماما اللي كتسول فيا. وهنا دابا كبرت عندي 25 عام وخدام على راسي، لكن خسرت كل شيء. خسرت شرفي، خسرت قرايتي، خسرت خوتي، خسرت والديا، خسرت سمعتي. وربما غادي نتحرم حتى من كلمة ماما، حيت شكون غادي يرضى يتزوج بنت بحالي؟ واللي غادي نقول لكم هو حاولوا تصاحبوا مع ولادكم، راه بزاف ديال الدياب كيستغلوا ديك كلمة حشومة وعيب وكيستغلوا ولادكم. ودوك المواقع حضيو ولادكم لا يدخلوا ليها، حيت ممكن غير بسمية الفضول يولي مدمن ويعلم الله فين غادي يوصل. وحتى لهنا غادا تكون القصة سالات. كنتمنى تدعموني بشي تعليق باش نكمل في هذا المحتوى، نحط لكم قصص ديال العبره باش تستافدوا نتوما ووليداتكم. يلا موعدونا القصه الجايه اللي غادا تكون حتى هي مشوقه وللعبره. شكرا، تهلاو.